يقول الله سبحانه وتعالى في محكم البيان: بسم الله الرحمن الرحيم، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. صدق الله العلي العظيم. اخواننا الكرام قريش، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لقد كرم الله سبحانه وتعالى ابن آدم وخلقه في أحسن تقويم، وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا، لتكون له حقوق وواجبات من إخوانه وتكون لهم حقوق وواجبات منه. من أعظم تلك الحقوق والواجبات ألا يتجاوز عليه ولا يتجاوز حدود الله سبحانه وتعالى فيه، انطلاقا من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث قال: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. اخواننا الكرام، اليوم نقول ان الخلاف يحدث بين الاخوه والعمام والجيران والاصدقاء، ولكن العبره تكمن في وجود الحكماء والعقلاء واصحاب الراي السديد من هذا الطرف او ذاك، ومساهمتهم في رأب الصدع وردم الفجوه واصلاح ذات البين. اليوم القريش والمحياوي اخوه وجيران، تربط بيناتهم خوله ومصير مشترك ومشاركه للسراء والضراء. وبالتاكيد احنا واثقين انه عنوان علاقاتهم هو التسامح والعفو. واليوم احنا المحياوي نساكن هنا بنص خواله قريش. اليوم مثل ما يقولون اذا يصير اعتداء على المحياوي المفروض تفق خواننا قريش الثور قبل تفق البومح ما يجون على ذنب. اشكرنا قبل تفق. الله يحفظكم ان شاء الله. فاحنا اليوم بهذا الجمع الكبير بهذه القامات من أعمدة القوم، شيوخ العشائر، مفاتيح الخير، رايات الإصلاح، مسبوقين بالسيد المبارك، الأسوة الحسنة والنسل المبارك، احنا جايين نقدم اعتذارنا وأسفنا الكبير عن ما حصل، وحاضرين لكل ما يرضي خواننا قريش ويطيب خواطر. ونحن على ثقة كبيرة بأن خواننا قريش اللي عثر يمهم مطمئن، لأنهم أهل مروءة وعفو وتسامح وأهل لتجاوز العثرات، انطلاقا من حديث الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث قال: وتجاوزوا عن عثرات الآخرين يقيكم الله بذلك سوء الأقدار. وإن شاء الله أنتم أهل للتجاوز. احنا اليوم طبعا شكرنا الكبير لإخوان قريش، وجبونا واحنا بعدنا بالدرب ما وصلنا. هذا فضل كبير وهذا طوق في أعناقنا من إخواننا قريش. بس احنا المنقورين، العفو ابو العطوه، انا المحمداوي والخفاجي، الناس خابروني قالوا: شيخ احنا فض الموضوع، احنا ترجع واحنا كفيناكم. قلت له: لا بالله، انا اصل الخوال قريش ويجب ان نعتذر ونجلس بشادرهم ونعتذر منهم. فاحنا حاضرين لكل ما يطيب خواننا قريش ويرضيهم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. احسنت.